اتعرف عليك بس. ربنا يخليك. انا باهر البنا. منين؟ من هنا، من المهندسين. مهندسين. اخوان؟ لا مش اخوان طبعا. مش اخوان بس. اتعرف على حضرتك؟ انا مرات. اهلا وسهلا. ومش اخوان ولا اي تيار اسلامي ولا اي حاجه، بس احنا بننصر الشرعيه ومش عايزين يعني انقلاب في بلدنا، وكل اللي بيحصل ده معناه ان احنا بنرجع تاني لعهد مبارك، وبنرجع للدوله البوليسيه تاني، وبنرجع لكل الفشل تاني. هم بيختمونا على قفانا ولا بيضحكوا علينا ولا بيعملوا ايه؟ انا بدافع عن صوتي قبل اي حاجه. اللي وقفت فيه طوابير، ووقفت ساعتين في طابور طويل لمده 6 مرات. 6 مرات في 6 انتخابات واستفتاءات ودستور وانتخابات رئاسيه اولى وانتخابات رئاسيه ثانيه وانتخابات برلمانيه وانتخابات مجلس شورى، ووقفت وتعبت وصوتي ليه ثمن. فصوتي اللي ليه ثمن دوت انا بدافع عنه، بدافع عن كرامتي وعن صوتي وعن اخلاقي، عشان لما اربي عيالي اربيهم ان يطلع عندهم كرامه، ما يقبلوش الاهانه وما يقبلوش ان حد يكبت حرياتهم. وان احنا بنشكر برضو الجيش ان هو اخترع لنا آلية ديمقراطيه جديده، ان احنا نقف تحت ويعدنا بالطيارات. دي آلية ديمقراطيه جديده واحنا بقينا معرة العالم، معرة العالم. طب انتوا نزلتوا ميدان النهضه علشان تعملوا ايه بالظبط هنا؟ دلوقتي نازلين تتظاهروا ولا نازلين تعملوا ايه؟ نازلين اولا نساند الناس اللي موجوده، في نفس الوقت نقول للناس ان احنا موجودين، وان مش كل اللي موجودين تيارات اسلاميه بس، في ناس بتدافع عن الشرعيه وبتدافع عن البلد الديمقراطيه اللي احنا ما صدقنا قلنا هيبقى عندنا حريه وهيبقى عندنا ديمقراطيه واولادنا هيعيشوا في خير الحريه والديمقراطيه دي. لكن للاسف الشديد جه الجيش وانقلب على كل ده، فاحنا نازلين ندافع عن ده ونقف مع الناس اللي بيدافعوا عن ده. في نفس الوقت نقول للناس ان مش كل اللي موجودين تيارات اسلاميه بس، ولا اخوان ولا سلفيين ولا جماعات ولا اي حاجه، احنا ناس مواطنين عاديين جدا، ليبراليين ومدنيين وكل حاجه، بس بندافع عن ده. في نفس الوقت بنقول للاسلام للناس يا جماعه الاسلام مش وحش، والاسلام ما بيناديش باي حاجه وحشه، والاسلام كل حاجه فيه لو اتاكدتوا منها كويس هتلاقوا الاسلام هو الخير للبلد. ماشي، فرصه سعيده كده.